إلو تيم كلوزر ومرحبا بكم في عدد جديد في قناتكم المفضلة وان تي في. ما نطولش عليكم بزاف، نروح نشوفوا آخر الأخبار الفنية الجزائرية ونعاودوا نوليو. حياتي رجع الضباب. حلقة جديدة ومتجددة من برنامج كلوزر بأخبار متنوعة فنية ثقافية سينمائية جبناها لكم من قلب البوز والحدث، ونبدأها بالأخبار الفنية الجزائرية. تفاجأ الممثل أحمد زيتوني بصورته على أحد المناشير في إحدى الصفحات الجزائرية على فيسبوك، مرفوقة بخبر وفاة الممثل الشاب ياسين إبراهيمي. الممثل طالب الصفحة بتصحيح الخطأ اللي وقعت فيه، وكتب: راني عايش صحوا خطأكم. وتبين في النهاية أن الخبر يتعلق بالكاتب أحمد زيتوني اللي وفاته معنية عن عمر يناهز 75 سنة في فرنسا، وهو صاحب مؤلفات كثيرة. واللبس ما كانش في خبر النعي بالصح في الصورة فقط. أغاني جزائرية صدرت التوندونس الموسيقي لهذا الأسبوع، وتفوقت بعدد مشاهداتها على الأغاني العربية والعالمية. شوفوا معنا 3 أغاني الأكثر متابعة في اليوتيوب. المغني سفيان عسلة بأغنيته نصبر قلبي ونلهالك مع يوسف أوسكار راهي في المركز الثالث ب 827 ألف مشاهدة في 9 أيام. المغني هشام تجيفي يعيش فترة نجاح كبيرة بفضل أغنيته الأخيرة حياتي رجعت دمار، اللي راهي رقم 2 في التوندونس الموسيقي بمشاهدات فاقت 2.7 مليون مشاهدة في أسبوعين. في المركز الأول ورقم 1 في التوندونس الموسيقي ديدين كانون بأغنية فري أس، وهي ديو مع الرابر أدغارا بمشاهدات فاقت 600 ألف مشاهدة في 3 أيام. في حلقة اليوم من برنامج كلوزر لقينا بالممثل المصري أحمد الحلواني اللي انبهر بالجزائر، وكلمنا على حضوره في حفل توزيع جوائز الجينيريك الذهبي، وحكالنا أيضا على آخر أعماله الدرامية، ويرد على المنتجين اللي نساو بداياته اللي كانت في السينما، وقال لنا هذه هي الأسماء اللي حب نخدم معها أفلام، وهو متحمس للانفتاح الفني الجزائري، ويقول فيه احتمال يخدم في الجزائر. انتبعوا التفاصيل مع إبراهيم صنهاجي. أستاذ أحمد حلواني، مرحبا بك معنا في الجزائر لأول مرة. كيفاش تشوف الجزائر ولا توقعك اللي كان من قبل على الجزائر؟ هو بصراحة عشان أكون صريح معاك، أنا أول مرة الجزائر، فحبيت إن أجي بلد جديدة أنا ما شفتهاش، وكنت متخوف في الأول، بس اللي أنا جيت وشفته هنا لا 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 لا, لا. يعني استقبال غير عادي، حفاوة غير عادية، كرم غير عادي، وشعب مضياف وشعب جميل جدا. لا أنا حاليا بحس إن أنا في بلدي، يعني حتى لما لفيت في الجزائر حسيت إن أنا في بلدي، إن أنا في اسكندرية، إن أنا في القاهرة، إن أنا في وسط البلد. والشعب جميل والشعب متفاهم ومتصالح، فدي حاجة كويسة جدا، وبيحبوا السياحة بدليل انهم بيرحبوا بالضيوف. فأنا فرحان جدا إن أنا موجود في الجزائر، ومش هتبقى أول مرة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. هذه الالتفاتة اللي دارتها يعني جينيريك الذهبي المهرجان هذا، تكريم للفنانين وكذلك تقييم للأعمال الجزائرية والعربية. كان في كوكبة من النجوم الجزائريين والعرب المختلف الدول. هل تشوف هذا الخليط راح يعمل نقلة أخرى أنه يكون أعمال مشتركة؟ طبعا طبعا، ده يعني هو أحلى حاجة في المهرجان دوت، إن أنا اتعرفت على ممثلين سوريين ولبنانيين وعراقيين وجزائريين ولبنان، يعني الحمد لله واتعرفت على المنتجة السعودية ومنتجة ليبية لا، مثل المهرجان ان عمل توليفة من الكوكبة من النجوم العرب، يعني وده شيء كويس جدا، انا افرح له ان يحصل تعاون واعمال مشتركة ما بين الجزائر والدول العربية، او مصر والدول العربية، او السعودية والدول العربية. يعني أنا فرحان بحاجة زي كده، الحمد لله الحمد لله. يعني حنبتدى بالأعمال اللي عملتها أنت من قبل. يعني في بداياتك شفناك أنه كان عندك أدوار ثانوية لكن كانت بارزة جدا، وهي اللي خلاتك أحمد الحلواني يكون كممثل بارز. الحمد لله. هو بص حضرتك، حتى بيتكتب على جوجل كده يعني، مش عيب ان انا ابدا بادوار ثانويه، بس هو في مقوله قالها قسطنطين ستانسلافسكي اللي هو علم العالم ده كله التمثيل، قال مفيش دور كبير ودور صغير، في ممثل كبير وممثل صغير. فالحمد لله الموضوع ما بيتقاس بالمساحه بل بيتقاس باهميته.
فالحمد لله ان انا الناس بتحبني، وان انا بوصل لقلوب الناس، ده مهم جدا. خلي بالك، لان انت عارف من حب ربه حب في خلقه. فالحمد لله يعني حصل تواصل بيني وبين طبعا المصريين دول بلدي، يعني لو هيجاملوني دول بلدي، لكن لما يبقى عرب يقابلوني مقابله كويسه جدا ويتصوروا معايا، ده شرف ليا. ان يعني لما يكون حد غير مصري يتصور معايا، ده شرف ليا. انا ببقى فرحان جدا، ببقى مبسوط جدا ان انا سفير عن دولتي، واخد بال حضرتك. فانا مبسوط جدا والحمد لله. وبعدين عملت اعمال الحمد لله مع النجم مصطفى شعبان كتير في مسلسلات في رمضان، كان اخرهم المعلم. وعملت السنه دي مسلسل العتاوله مع النجم احمد السقا والنجم باسم سمره والنجم طارق لطفي. وكان ليا الشرف ان انا اشتغلت السنه اللي فاتت في مسلسل بابا المجال مع النجم مصطفى شعبان، وسوق الكانتو مع النجم امير كرارة. فانا فرحان الحمد لله ان الاعمال الدراميه بتدي مساحة من الإبداع، يعني حتى في الأدوار بتديك مساحة. الفيلم بيبقى معروف إن هو ساعة ونص ساعتين، يعني المساحة بتاعته. إنما المسلسل الدرامي بيبقى مساحته مثلا أكتر من 15 ساعة، ف 30 حلقة، لو كل حلقة نص ساعة ولا ساعة إلا ربع. لا يعني الحمد لله المساحة أكتر إنك تبين إن أنت ممثل شاطر. الحمد لله يعني الحمد لله. طب أستاذ أحمد، أنت وين تشوف روحك أكثر، في المسلسلات ولا في الأفلام ولا في السينما أكثر؟ والله انا نفسي، انا بدات السينما، خلي بالك يعني انا بدات السينما، بس انا ما اعرفش هم ليه مش شايفيني بقى، ما تعرفش ولا ايه. انا نفسي ارجع للسينما تاني، يعني انا بحب السينما جدا. والاعمال طبعا المسلسلات الدراميه انا بحبها طبعا، بس انا بحب السينما برضه. بس انا نفسي اشتغل سينما، بس يعني انا حتى قلت قبل كده انا نفسي اشتغل مع الاستاذ شريف عرفة يعني، وليا الشرف ان انا اشتغل معاه طبعا. يعني انا بدات زمان مع الاستاذ عاطف الطيب فيلم ابناء وقطره سنه 86، واشتغلت افلام كتير الحمد لله مع الاستاذ محمد خان فيلم السادات. واشتغلت بقى افلام كوميديه مع الاستاذ محمد هنيدي والاستاذ هاني رمزي. عندك مع الاستاذ محمد هنيدي اللي عملت معاه عندليب الدقي ويعني يا خالتي. عندك مع رامز جلال احلام الفتى الطائش. مع هاني رمزي بقى عملت بقى كتير يعني، ومع حماده هلال على الهربت. ومع هاني رمزي عملت معاه الرجل الغامض بسلامته ونمس بوند وابو العربي وصل. يعني الحمد لله يعني ايه، نفسي ارجع اشتغل سينما تاني. يعني انا بداياتي كانت سينما الحمد لله، يعني لان السينما تاريخ، يعني واخد بال حضرتك. وزي ما قلت لك انا في مخرجين نفسي اتعامل معاهم، يعني زي مروان حامد، الاستاذ مروان حامد طبعا، الاستاذ احمد علاء. كتير يعني. في دلوقتي مخرجين شبان ما شاء الله عليهم. وعندك الاستاذ احمد ندر جلال نفسي اشتغل معاه برضو، الاستاذ اسلام خيري نفسي اشتغل معاه. انا مش عايز بس ما انساش حد، يعني الاستاذ احمد حسن، يعني في مخرجين كتير. الاستاذ احمد خالد موسى طبعا انا ليا الشرف ان انا اشتغلت معاه كذا حاجه، يعني السنه اللي فاتت كان بابا المجال، والسنه دي المعلم. الاستاذ مرقص عادل عملت معاه المعلم، وعملت مع الاستاذ احمد خالد موسى العتاوله. فمخرجين انا بحبهم يعني، لان بحكم ان انا يعني ده سنة الحياة ان يحصل تواصل في الاجيال ما بين الجديد والقديم. فانا نفسي اشتغل مع اي مخرج جديد، لان هستفيد منه، لان يبقى عنده برضه رؤية، يعني واخد بال حضرتك. فنفسي ارجع للسينما، يعني بدعي من ربنا ان انا ارجع للسينما يعني، وانا موجود يعني الحمد لله يعني. من هو الفنان اللي شفته لما خدمت معاه كان عندك يعني استمتعت في العمل معاه؟ هو طبعا الناس كلها، انا شهادتي مجروحه النجم مصطفى شعبان، يعني ده صديق عمري واعرفه من سنين، ببقى حاسس براحه نفسيه وانا شغال معاه. وعندك برضو السقا طبعا حد جميل وحد محترم، وعندك باسم سمره، وعندك طارق لطفي، وعندك كريم عبد العزيز، وعندك احمد عز. يعني الناس كلها بصراحه انا بحبهم جدا وهم بيحبوني. واستاذ اشرف عبد الباقي واستاذ هاني رمزي واستاذ هنيدي. يعني الحمد لله يعني نفسي يعني ايه، بحس براحه نفسيه ان هم اصحابي، يعني انا بحبهم وهم بيحبوني، فبيبقى في راحه نفسيه الحمد لله يعني. ورمضان محمد رمضان اشتغلت معاه فيلم شد اجزاء، وعندك النجم محمد سعد برضه اشتغلت معاه. فانا اتمنى ان انا يعني يحصل تطور بالنسبه لي، يعني ما بقاش ايه. انا بحمد ربنا ان انا ما فيش عمل شبه التاني الحمد لله، الاعمال كلها مختلفه. فكرم ربنا الحمد لله بفضل الله ان ربنا بيحبني وبيختار لي الطريق الصح الحمد لله بفضل الله الحمد لله. وفي سؤال تاني، انت كيفاش تشوف الاعمال الدراميه ولا سواء السينمائيه الموجوده حاليا في مصر، كيفاش تشوفها؟
والله أقول لك على حاجة، حصل تطور في صناعة السينما، وده للصالح العام. يعني بقى في ما بقاش الشغل التقليدي بتاع زمان، لا حصل تطور بالنسبة للتصوير والتكنيك والإخراج والتمثيل والأماكن اللي بيصوروا فيها، لا حصل تطور وبقى في انفتاح. يعني دلوقتي في مسلسل ولاد رزق بيتصور في السعودية، وتصور في السعودية بالفعل. يعني قصدي أقول لك ان وممكن يصوروا في لبنان، وممكن يصوروا في سوريا، وممكن يصوروا في الجزائر. وانا مبسوط ان الجزائر بتفتح دلوقتي المجال للاستثمار للاعمال الدراميه. لو اتعرض عليك دور هنا في الجزائر، هل ستقبل يعني كدور يكون بطولة، ولا حتى دور من أدوار البطولية في لو اشتغلت هنا، ما انا بقول لك انا اتمنى ان انا اجي واشتغل هنا. تعرض عليك من قبل؟ والله لسه يعني، بس احتمال يبقى في حاجه قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تقدر تعطينا سكوب للقناة، سكوب يعني حصري للقناة على عمل راهي يتحضر؟ والله بص، كل اللي انا بعمله دلوقتي كلام في علم الله، فما اقدرش اقول حاجه الله اعلم تتحقق ولا لا. بس اللي انا عارفه ان انا هعمل مسرح باذن الله بعد العيد ان شاء الله. ده اللي انا يعني، ده اللي انا واثق منه. يعني في مسرحيه نعملها في القاهره باذن الله بعد رمضان ان شاء الله باذن الله. طرحوا عليك اعمال هذه المره؟ يعني طرحوا عليها مسرحيه، قلت لهم بس لما اجي من السفر ونتفق هنعمل ايه وهنعرض امتى وكده، يعني ان شاء الله. احمد حلواني، وين تشوف روحك اكثر، في الكوميديا ولا في الدراما؟ يعني انا بحمد ربنا، يعني انا طبعا بحب الكوميديا اكتر، يعني واخد بال حضرتك. انما الممثل يعمل كوميدي ويعمل تراجيدي، بس انا بحب الكوميدي اكتر. يعني خلي بالك، مش صعب ان انت تضحك الناس، انما مش سهل ان انت تبكيهم. فالكوميديا بتبقى اصعب من التراجيدي، اصعب كتير يعني. تقييمك لمسيرتك الفنيه حاليا من اللي بداياتك حتى الان؟ انا راضي باللي ربنا قاسمهولي ومبسوط، لان انا عندي حب الناس في الشارع، ده بكنوز الدنيا زي ما بيقولوا يعني. فلا الحمد لله انا مبسوط وقانع وراضي باللي ربنا قاسمهولي، الحمد لله بفضل الله، بدليل ان انا قاعد معاك اهو. صح. الحمد لله الحمد لله. تابعوني ان شاء الله على قناه 1 2 في الجزائر، برنامج كلوزر، اخبار الفنان احمد الحلواني. شكرا. بوليوود، نروح نشوفوا اهم الاعمال السينمائيه اللي راهي تماك ونعاودوا نوليو. بعد النجاح الهائل الذي حققه فيلم ستري للنجمة راج كومار را والنجمة شرادا كابور، تقرر استكمال الأحداث بجزء ثاني مع نفس الأبطال، ويحمل الفيلم بطبيعة الحال عنوان ستري 2. ومنذ الإعلان عن هذا الفيلم كان رواد السينما ينتظروا بفارغ الصبر الحصول على فرصة لمشاهدة الإعلان التشويقي للفيلم. الخبر السار هو أنه سيتم إطلاقه بعد 3 أيام، وفي الوقت نفسه هناك شروط ترتبط به، والشرط أنه على الرغم من إطلاق الإعلان التشويقي في 14 جوان ما راح يتم إطلاقه على أي من المنصات التواصل الاجتماعي، بل سيراه الجمهور في دور السينما التي تعرض حاليا فيلم الرعب منجية بطولة أباي فارما وشارفات. أقدمت الممثلة الهندية نور مالابيكا داس على اللي اشتهرت في مسلسل المحاكمة من بطولة كاجول على الانتحار في بيتها في لوخاندوالا. اليوم تعيش صناعة الترفيه بأكملها حالة من الصدمة وعدم التصديق، لأن عادة ما تكون هذه الأخبار ما كانش كيفاش يتخطاها النجوم أو الجمهور. قيل أن جيران نور مالابيكا داس تشتكاو من رائحة كريهة، وفي النهاية اتصلوا على الفور بمركز الشرطة إشيوارا وبلغوهم بالحادث. كما قيل أن الشرطة اللي راهي تجري سلسلة من التحقيقات أعلنت أن الوفاة مبدئيا هي انتحار. على بالي بلي كامل راكم حابين تعرفوا واش راهو صاري في تركيا من اعمال مسلسلات واخبار المشاهير، مالا نروح نشوفوهم كيف ورانا راجعين. الريتنج الأسبوعي للمسلسلات التركية راهو مضطرب مع بعض الاختلالات في المراكز الأولى، وهذه هي 10 مسلسلات الأكثر مشاهدة لهذا الأسبوع. في المركز العاشر عندنا المسلسل التاريخي صلاح الدين الأيوبي، أما المركز التاسع فلمسلسل حب بلا حدود، بينما تراجع الطائر الرفراف للمركز الثامن. وفي المراكز السابعة السادسة والخامسة فنجد كل من المنظمة حبات اللؤلؤ وجبل جونول. في المركز الرابع وبلا مفاجأة نلقى المؤسس عثمان. أما في المراتب الثلاثة الأولى فيحتلها كل من مسلسل البراعم الحمراء، شراب التوت، ومسلسل باخار.
مسلسل الطائر الرفراف بقي مسيطرا على الريتنج التركي ل3 سنوات بالصح، ومع طول الحلقات بدأ الجمهور يفكر في النهاية الممكنة لقصة سايران وفريد. بعض المواقع التركية كشفت عن مصادر مطلعة على أن السيناريو قد ينتهي بموت البطلة وبقى فريد وحيدا مع ابنه، بينما صرح بعض المقربين من صناع المسلسل أن النهاية ستكون سعيدة. طلبت قناة آرتي التركية من صناع مسلسل إخوتي أن يضعوا له نهاية في الحلقة 132 بعد 4 مواسم ناجحة جدا اتحصل على نسب مشاهدة كبيرة على مدار مواسمه. قرار القناة يبدو أنه مالي بحت. شارك الممثل التركي كارم بورسين معجبيه 11 مليون على انستغرام صورة قال أنه احتفظ بها اليوم يحب يشكر فيها الجمهور الكبير اللي رافقه من بداياته في التمثيل وهو في سن 13. وكتب: لقد احتفظت بهذه الصورة لفترة من الوقت، أردت أن أشاركها في الوقت الذي أردت فيه حقا أن أعبر عن حبي وامتناني لكم جميعا. لقد التقط المصور أيا كان، أشكرك على الصورة، تلك اللحظة بالضبط حيث مثل العديد من الأوقات الرائعة اللي تواضعت فيها. وأنهى كرم رسالته بقوله: شكرا لكم جميعا، ونتمنى أن تتحقق أحلامكم التي لا تنتهي. واش راهو صار في العالم نشوفوها في هذه المتفرقات ورانا راجعين. الأمومة لا تعترف بالعرق أو الجينات، هذه المقولة تلخص حياة أنجلينا وابنتها زهارة. فبعد سنوات من تبني أنجلينا جولي لابنتها في إثيوبيا، ظهرت أم هذه الأخيرة تطالب بابنتها، وقالت أنها حملت بزهارة في ظروف معينة، وأنها أعطتها لجدتها وهي اللي عرضتها للتبني. لكن رغم كل هذه المحاولات رفضت أنجلينا رفضا قاطعا ترجع ابنتها إلى أمها الحقيقية. العجيب، ومنذ سنوات وزهارة تبان في أي صورة مع أمها وهي تمسك بيدها بقوة، وهذا إن دل على شيء يدل على حب أنجلينا لابنتها بلا شروط. جولة المغنية الأمريكية تايلور سويفت حطمت كل الأرقام القياسية، الأرقام تهدر على روحها. تايلور باعت لهذه الجولة 11 مليون تذكرة حتى الآن، وربحت أكثر من $1.7 مليار. حفلات هذه الجولة كانت غنية بالموضة، غيرت فيها تايلور أكثر من 16 مرة، وكل إطلالة مستوحاة من فترة تاريخها من حياتها. وقدمت خلال هذه الحفلات 46 أغنية من أغانيها. ظهر الأمير ويليام ولي العهد البريطاني الأول في أول زفاف ملكي بدون الأميرة كيت، وهذا بعد الإعلان عن إصابتها بالسرطان وتعليق كل نشاطاتها الملكية. حضر ويليام زفاف صديقه المقرب الملياردير الأرستقراطي هيو غريفينور، وهو ذوق ويستمنستر السابع، على السيدة أوليفيا. حفل الزفاف الملكي الباذخ حضروا أكثر من 400 ضيف وضيفة، وكانت الأجواء بوسط المدينة البريطانية تضج بالرقي منذ لحظة وصول العروس بسيارة بنتلي قديمة الطراز. وشهد حفل الزفاف غياب الملك شار وزوجته الملكة كاميلا، وأيضا الأمير هاري وميغان ماركل. قصر بوكينغهام قرر الحد من نشاط الأميرة كيت ميدلتون أميرة ويلز حتى تشفى تماما من السرطان. الأميرة وفي رسالة مؤثرة أمضتها باسم العقيد كاترين بعثتها لحرس الإيرلندي بعد أن فوتت عرض عسكري مهم كانت مبرمجة تحضر فيه. وقالت كيت في رسالتها: أرسل اعتذاري لكل الفوج، آمل أن أتمكن من تمثيلكم جميعا قريبا جدا. مفاجأة صنعتها مقدمة البرامج السابقة على الMBC 3 دانيا الشافعي بعد إعلانها عبر ستوري خبر انفصالها رسميا، وهذا بعد 6 أشهر من الزواج. وكتبت دانيا على إنستغرام: بعض القصص تنتهي قبل أن تبدأ، تم انفصالي رسميا والله يكتب لي كل خير. دانيا اللي احتفلت بزفافها في نوفمبر 2023 دارت ترند بظهورها بلباس حجازي تقليدي يسمى المسبح. على بالي بلي كاع راكم كونيكتي، مالا ليكيب كلوزر جمعت لكم اهم الاخبار اللي راهي تدور في لي ريزو سوسيو، نشوفوهم كيف ورانا راجعين. حلاق عراقي انتشرت فيديوهاته على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موهبة فريدة من نوعها. حسين فالح يستخدم شعر الزبائن ديالو لتشكيل لوحات رائعة لتستغرق ساعات وساعات لرسمها شعرة شعرة.
أثار ظهور نادر لابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضجة كبيرة على المواقع. الظهور تاعهم كان في المنتدى الاقتصادي العالمي اللي استضافته مدينة سانت بطرسبورغ، وين شاركت ماريا وكاترينا بتدخلات تحليلية أشاد بها الخبراء. في فيديو انتشر مؤخرا لمح منشط البرنامج الفرنسي الشهير بيكان إكسبريس ستيفان روثنبرغ أنه من الممكن أن تدور حلقات البرنامج تاعو في الجزائر. البعض قالوا أن الجزائر راح تكون مرحلة فقط من مراحل الرحلة الطويلة اللي تجمع ثنائيات بين البلدان للفوز بجائزة والتعرف على ثقافات مختلفة. ايوي لا تيم كلوزر، وصلنا لختام عدد اليوم. مع اللي غنقول لكم تهلاو في روحتيكم، بصح قبلها نختموها بهذا الكليب. سلام.